إجابات غريبة، مثلا إجابات تاع استهزاء، إجابات بالعامية، ألفاظ سوقية، تعابير تخرج عن إطار النص. كاتب لي يرحم في الشيخ راني حايب نجيب الباك عاون. كيف تتعاملوا مع هذه الحالات؟ الأصل أنه في مركز التجميع المفروض تم تفصل الوثيقة وما تجيش مركز صحيح. كلام نابي فاسد ما نجمش نعاود نذكره، ولكن عموما هو كلام نابي، كلام سوقي، أشياء خارجة عن النطاق الأخلاقي المتعارف عليه. ابدا فارغه، عاودوا سوجي كتبوه تاع واحد جا جوز بولا فورم سيتو حضور، سجل الحضور تاعو خاطر سا يعني ماشي ما كيفاش نقولوا ما عطاوها حتى اهميه. بقاو تلاميذ يكتب لك جمله يقول لك لقينا واحد الخطره بجمله التلميذ قال لنا تعيشوا عاونونا نحب نفرح يما وما يحب نبكيها هكا. هذيك هي، وحنايا نتجاوزوا نقراوها ندوزوها ما ناخذوهاش بعين الاعتبار باش ما نظلموش التلميذ. هذا ما كان. يطلبوا المساعده يعني نظرا يكتبوك حاله اجتماعيه ما ولا يقول لك حنا باش نفرحوا غير مالينا هذا ما كان الباك، ولا واحد يقول لك باش ندير به فيزا ولا تسمى كاش ما تعاونونا. كاين بعض يقول لك انا ما خدمتش غير في هذه الماده، عاوني في هذه الماده المواد الاخرين خدمنا. بصح الجمله تلقاها تكرر في كاع المواد. مثلا مثال اللي استعملوا احد التلاميذ يقول ان الفلسفه ليس لها دور في الحياه، لذلك فلا اهتم لها. هذا يعني استهزاء بالماده، استهزاء بالدوره الثانيه للاختبارات. كانت اهانات كبيره لازم يتعاقب عليها. مثلا ربما شتم الكلام، الشتم كذا، هذا يتعاقب عليها ضروره، يدخل كما نقولوا الكونساي وغيره. كاين واحد يكتب لك على الفريق الوطني، واحد يكتب اغنيه، كاين واحد اخر يكتب كلام يعني غير منطقي اللي فيه اهانه للاستاذ. نديروا تقرير نديروا صفر، ومن المفروض يقصى. هذا القانون تاعها. ولقينا اوراق واحده اخرى في اوراق فارغه يستجدي، يقول لك انا عندي راهي يما مريضه بالسرطان ولا راح نتوفى وتعطوا لي النقطه. هذا عادي. صح اذا كان لقينا فيه اهانه تاخذ الاجراءات، والاجراءات تكون صارمه وترسل الى المؤسسه، وما عندوش حق في الاعاده، ما عندوش حق ثاني كذلك في اعاده البكالوريا يعني كحر. مع قطاع التربية نبقى. إن صرحت وزيرة التربية الوطنية والتعليم نورية بن غبريت لتلفزيون النهار، صرحت أن